اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل وصفه زي العسل وكلنا بنحبها. وايه بقى بنقعد بنحبها وهي سخنه كده. انا بقى هنا معايا نص كيلو دقيق نخلته كده، ونزلت عليه بمعلقه سكر، معلقه يعني ممسوحه كده سكر. وهنزل بقى برضو عليه برشه ملح كده، يعني حاجه بسيطه كده عشان تظهر معايا الطعم. وصلوا بقى على الرسول عليه الصلاة والسلام. ونبدأ بقى الوصفة بتاعتنا اللي زي العسل دي. انا هنا بقى خلاص حطيت السكر والملح. هنزل برضو بثلاث معالق نشا، 3 معالق نشا كبار كده. طبعا النشا ده بيخليها مقرمشة وحلوة، وطبعا بيخليها يعني ما بتشربش زيت، وبتبقى مقرمشة وتحفة جدا. هتعجبكم ان شاء الله لما تجربوها. انا خلاص حطيت النشا كده. هنزل بقى بنص معلقة خميرة، وهنزل بحبة بيكنج باودر برضو عشان تبقى هشة معايا وحلوة. طبعا لو ما عندكوش الخميرة اللي هي الفورية دي، انزلوا بالخميرة البيرة عادي، يعني اي نوع خميرة اللي بتحبوه اعملوه. طبعا انتوا الخميرة دي لو عندك يعني عندك بقالها فترة وانت شاكة، بصوا دي ربع معلقة بيكنج باودر. انا لو انت شاكة في امر الخميرة بتاعتك ان هي مثلا يعني تكون غايبة عندك، اول مرة تجربي النوع ده مثلا، هتروحي ماسكة بقى معلقة حبة سكر، وتحطي مقدار الخميرة اللي انت عايزاه، وحبة دقيق بسيط كده، وحبة مية، وتديهم بس يعني ضربة كده بالمعلقة كده تقلبيهم. ولو ما لقيتو وتغطيهم شوية كده. ما فيش حاجة بسيطة كده، لو ما لقيتهمش بيفوروا كده، يعني بيعملوا بقى يعني فقاقيع كده، يبقى كده الخميرة بتاعتك كويسة. ما لقيتهاش بتعمل أي حاجة، يبقى كده الخميرة مش كويسة. أنا بقى هنزل بقى بالمية بتاعتي، مية دافية، عشان عايزين الخميرة بتاع القطايف بقى، عجينة القطايف بتاعتنا دي تخمر معانا بسرعة، تاخدش معانا وقت عشان الجو ساقعة طبعا. انا بقى الميه دي دافيه، يعني مش سخنه، انا عايزاها دافيه عشان لو سخنه تموت لي العجينه. انا بقى بحط ميه دافيه كده، زي دمع العين كده. بنزل بقى شويه شويه كده بالميه بتاعتي، يعني لحد ما العجينه تتظبط معايا. طبعا العجينه بتاعتي دي، انا مش عايزاها ولا سايله قوي ولا كده، وسط مظبوطه كده، عشان ما تبقاش سايله مني قوي، يعني القطايف بتاعتي تبقى يعني تسيل مني بقى، وما تبقاش حلوه. انا عايزاها مظبوطه كده. انا نص كيلو دي ده خد مني 3 كوبايات ميه، يعني 3 كوبايات من الكوبايه الكبيره دي، وطلعت مظبوطه جدا وزي الفل. بص القوام بتاعها هو ده. طبعا هي بتتقل شويه كمان لما بتخمر. خلاص بقى غطيتها بقى وسبتها تخمر. بصوا، انا حطيتها بقى غطيتها كده وخمرت. بصوا بتبقى كده بترتفع كده معانا. هديها بقى تقليبه، مولعه بقى على حله على النار كده، او طاسه زي ما انتوا عايزين. المهم ان حاجه ما تكونش بتلزق، يعني اعمل في الحاجه اللي ما تكونش بتلزق، طاسه بقى حله. المهم ان هي ما تكونش بتلزق، يعني عشان ما تلزقش مني. أنا حطيت بقى كده طبعًا مهدية النار يعني النار وسط كده، ومهدياها مش عالية النار. شايفين بقى بالاقيها بقى أول ما بانزل بيها كده، يعني أنا باسخّن الحلة الأول، وأنزل بالقطايف بتاعتي، العجينة الحجم اللي أنا عايزاه طبعًا، طبعًا زي ما أنتم عايزين، عايزينها صغيرة، العصافيري دي زي ما تحبوا. والاقيها بقى بتقعد ت ت ت تعمل فقاقيع كده، يعني كده خلاص بتستوي كده. بُصّوا سهلة وبسيطة، وبتبقى بُصّوا نتيجتها زي العسل. هتعجبكم إن شاء الله أمّا تجربوها، تحفة جدًا. بتعمل معانا كمية وبتوفّر جدًا، يعني أنا جايبة نُص كيلو دقيق، بيعمل كمية محترمة نُص كيلو. طبعًا نُص كيلو ده كتير، ده بيعمل كمية حلوة أوي، يعني هاوريه لكم بعد ما أخلّص. بيعمل كمية جامدة، يعني كمية كبيرة. بُصّوا بقى أول ما بتستوي بتبقى خلاص بقى بتشِف كده. بُصّوا، شايفين الجمال؟ تحفة جدًا. حاجة كده زي العسل. شايفين الجمال؟ عاملينها بقى بإيدينا، وبصوا من الأول للآخر بإيدينا زي الفل. شايفين؟ زي العسل. بصوا عاملين كمية نص كيلو دي عمل كمية قد وحبة خميرة ومعلقة سكر. تحفة جدا، يعني حاجة كده ببلاش كده، يعني نص كيلو دي ده ب8 جنيه ونص والله. يعني بصوا كمية جامدة، لو رحنا نشتريها من بره هتكلفنا أكتر من كده بكتير. يعني سهلة، وجربوها وتشجعوا كده وجربوها، هتبقى معاكم حلوة جدا. أنا بقى هحشيها بقى عشان نعمل للولاد بقى حبة قطايف كده سخنين. هحشي بقى ده جوزة الهند وزبيب. أنا ولادي مش بيحبوا السوداني في الحشو. هعمل لهم بس جوزة الهند وزبيب، واحط على جوزة الهند والزبيب ده معلقة سكر كده. هحشي بقى كده. طبعا انا بقى عملت شربات، حطيت كوباية سكر على النار، وحطيت عليهم كوباية مية، وحطيتهم يغلوا على النار، وعصرة ليمونة، وبس على كده. وسبتهم بقى يهدوا كده لحد ما اخلص بقى انا القطايف بتاعتي.
والله حبة قطايف زي العسل، شايفين الكمية بتاعتهم؟ تشجعوا بقى يا بنات كده وإيه، وقوموا اعملوها وإن شاء الله هتعجبكم بإذن الله. أنا بقى إيه حطيت زيت يسخن كده، وهانزل بقى بالقطايف بتاعتي إيه اللي زي العسل دي، نقليها إيه بقى إيه عشان عايزين ناكلها إيه سخنة كده. أنا خلاص بقى إيه باقلي كده القطايف بتاعتي، وباكمّل طبعًا حشو كل الكمية اللي معايا، يعني القطايف دي حتى لو معاكِ أي كمية ما ينفعش تسيبيها كده إيه تقولي بكرة أبقى أحشيها والكلام ده ما ينفعش، لو باتت معاكِ مش هتمسك في بعضها، لازم إن أنتِ إيه تجيبيها يعني في نفس اليوم تضبّطيها كده، يعني ما ينفعش تسيبيها لتاني يوم والكلام ده، فإيه أنا باحشيها وباشيلها محشية كده، يعني إذا عايزة أحشيها جبنة، عايزة أحشيها زي ما أنا أي حشوة أنتم بتحبوها. إن أنا باحشيها واشيلها محشية، يعني أنا إيه باضبّط كلّه واحشي بقى إيه الكمية بتاعتي كلّها، حتى لو أنا عايزاها أحطها أفرّصها يعني، عادي بافرّصها واطلّعها من التفريز على القلية على طول. إنما بُصّوا بقى الكمية، بُصّوا والله والولاد خدوا كمان طبق أكلوه، يعني بالهنا والشفا يعني إيه أخدوا طبق كمان أكلوه، فإيه بُصّوا عملت معانا نُص كيلو دقيق عمل معانا كمية حلوة جدًا، بُصّوا تحفة جدًا هتعجبكم إن شاء الله أمّا تجرّبوها. طبعًا دي أنا حشيتها برضه وهاحطها بقى إيه أنا والله حطيتها في التلاجة لتاني يوم يعني إيه أكلوها بقى إيه يعني تاني يوم عملتها لهم برضه إيه سخنة كده إيه على الفطار يعني. فبس ده بقى كان الفيديو بتاعي، بُصّوا الجمال بتاعها تحفة جدًا، عايزاكم تجرّبوها بقى وتقولوا لي رأيكم فيها. بُصّوا مقرمشة وزي العسل، هتعجبكم. بُصّوا نُص كيلو الدقيق عمل معانا كمية حلوة جدًا والله، هتوفّر معاكم جدًا وجرّبوها بالطريقة دي هتعجبكم إن شاء الله. طبعًا وإيديكم هتبقى أحسن. بس ده كان الفيديو بتاعي، ما تنسوش بقى بالاشتراك اللي مش مشترك، واللايك بتاعكم جميل وكومنت حلو منكم، وحطّوا بقى لايك ما تستخسروش اللايك، واشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، مع السلامة.